بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وحال يا رب. دايما بنحب ننوع لولادنا في فطار في عشاء في غدا طبعا على قد إمكانياتنا، وبنحاول على قد ما نقدر إن احنا نقدم لهم حاجة مفيدة وصحية، ونقلل من المواد الحافظة والحاجات الجاهزة. فبنحاول إن إحنا في البيت نعمل كل حاجة نِفْسهم فيها، وكل حاجة بتخطر على بالهم أو بيشوفوها برّه وبيبقوا عايزين منها. فالنهارده جايبة لكم فيديو حلو جدًا، اتفرّجوا عليه للآخر هيعجبكم إن شاء الله. أفكار حلوة جدًا لفطار وعشا، أسبوع كامل مش هتدفعي أكتر من ال100 جنيه لمدة أسبوع. شاملة كل حاجة، وهننوّع لولادنا في الفطار وفي العشا، مش هنخلّيهم يزهقوا. وكمان هنعمل حاجة كده نقنقة ما بين ممكن تنفع يعني نقنقة ما بين الفطار والعشا، وكمان نستفيد من حاجات ممكن كنا نرميها، نحاول إن إحنا نستفيد منها على قد ما نقدر. هنسمّي الله كده، ودايمًا البركة دايمًا باسم الله وبذكر الله. وطبعًا ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يثبِّت أقدامهم يا رب، ويعينهم على اللي هم فيه، وينصرهم نصرًا عزيزًا قويًا، اللهم آمين يا رب، ويرجّع لهم أرضهم اللهم آمين. هنبتدي كده يومنا النهارده بالعجين. العجين دايمًا بيملى البيت خير، بيملاه بركة. وبنحاول إن إحنا بقى إيه، بالمعجنات اللي إحنا بنعملها، إن إحنا ندّي لولادنا كل الحاجات اللي هُم بيرفضوا ياكلوها، أو آمم يعني بيبقى صعب علينا إن إحنا ندّيها لهم كده في قلب المعجنات. فأنا عندي نُص كيلو دقيق، حطيت عليه باكو خميرة، رشة ملح، 4 معالق سكر، وهاحط عليه عندي كان زوجي جايب لي كيلو لبن حليب، فلقيته رايب يعني، وأنا باغليه لسه باسمي الله كده وباغليه لقيته رايب، يعني هو جايبه لي أصلًا من عند اللبان رايب. فقُلت الحمد لله على كل حال، وقُلت لازم أستفيد منه طبعًا، من كل حاجة فيه بقى. فأخدت الحليب وصفّيته، أخدت اللي هو إيه، الشِرْش بتاعه يعني، المَيّة اللي بتبقى فيه دي، هاعجن بيها العجين بتاعي النهارده. المعجنات ديّة بجد حلوة حلاوة وطرية طراوة مش معقولة. الولاد بجد ما شاء الله يعني بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب، نسفوها في ساعتها، يعني يمكن قعد منها كام واحدة كده لتاني يوم صغيّرين. جرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم وتقولوا لي إيه رأيكم. دي مكونات بسيطة جدًا في البيت. أنا عجنت نُص كيلو دقيق بالشِرش بتاع أهو بُصّوا، أنا صفّيت بقى الشِرش وأخدت الجبنة دي اللي هي هاعملها جبنة، وعجنت العجين بتاعي بمكونات صغيّرة كده، ورشة يعني حوالي ربع كوباية زيت، و سِبتها بقى تخمر كده على جنب، وحبّة مَيّة دافيين، سِبتها تخمر على جنب لحد لمّا أعمل الجبنة بتاعتي بقى، والحشوات اللي هاحشي بيها المعجنات بتاعتي النهارده. هاقول لكم المقادير تاني بتاعة المعجنات: نُص كيلو دقيق، عليهم ربع كيلو ربع كوباية زيت، نُص كوباية حليب أو الشِرش بتاع اللبن الرايب، ورشة ملح، باكو خميرة أو معلقة خميرة كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، نُص كوباية مَيّة دافية. وهنعجن كل الكلام الحلو ده، ونسيبه بقى يخمر على جنب ونغطيه كويس. هنيجي نعمل بقى الجبنة بتاعتنا ديّة حاجة كده وهم. يعني أنا كنت جايبة علبة جبنة مثلثات ديّة ب18 جنيه، ده يعتبر أقل نوع في السوق يعني، كانت ب18 جنيه، هاستفيد منها وهاعمل منها خميرة تفضل عندي بقية السنة كلها، مش هاشتري جبنة مثلثات تاني. وأوعدكم بالطريقة دي إن شاء الله مش هتشتروا الجبنة مثلثات تاني، وهتعملوها بمكونات صحية جدًا لولادنا، وحاجة مضمونة إحنا عارفين إحنا عاملينها إزاي في البيت. أخدت الجبنة بقى اللي أنا صفيتها من اللبن الرايب دي، اللي هو الرايب يعني، أخدته حطيت عليه 3 مثلثات جبنة، معلقتين زبدة، ونُص كوباية لبن حليب، ومعلقتين دقيق كبار، وشوية ملح. مقادير بسيطة جدًا أهي، تقدري تعمليها بجبنة قريش، هتبقى كمان طبعًا مغذية أكتر وحاجة كده جميلة. ما عندكيش زبدة، حلو سهل جدًا، وحطي عندِك سمنة حطي معلقة سمنة، عندِك ما عندكيش سمنة حطي شوية زيت. باللي موجود، صرّفي نَفْسِك باللي موجود في بيتِك، ما توقّفيش نَفْسِك على حاجة. في حاجة من المكونات مش موجودة حاولي تستبدليها. أنتِ الchef، وأنتِ سِت البيت، وأنتِ كل حاجة، أنتِ اللي تقدري تدبّري وترتّبي نَفْسِك، وتعرفي ولادِك بيحبّوا إيه وما بيحبّوش إيه، أنتِ الميزان وأنتِ كل حاجة. أخدنا بقى المكونات بتاعتنا دي كلّها بعد ما حطينا الدقيق، طبعًا ما ينفعش إن إحنا نسيبها كده بالدقيق ني، لإنه هيبقى طعمه مش لذيذ خالص. هناخدها ونرفعها على نار هادية،
ونفضل نقلّب فيها، نقلّب فيها كويس جدًا لحد لمّا نحس إن الدقيق اللي في قلب الخليط استوى. بس كده، سهلة جدًا أهي ومكونات بسيطة خالص، وعملنا أحلى جبنة مثلثات مضمونة وصحية ونضيفة وعارفين إحنا عاملين فيها إيه. أنا هنا نسيت، أنا باعمل على طول الجبنة القريش كده بنفس الطريقة وبتطلع تحفة، جبنة كريمي بقى ما أقولكوش على جمالها وحلاوتها. حُطّي عليها بقى حبّة البركة، حبّة زعتر، وشوية زيت زيتون كده من على الوش، وخُدي أحلى جبنة كوبايات ممكن تدوقيها في حياتِك، وحاجة كده مفيدة بجبنة قريش طبعًا كُلّنا عارفين إن هي معمولة من اللبن، مش معقول معمولة بقى من دهون نباتية ولا الحاجات المهدرجة ولا الحاجات اللي إحنا إيه، بنلاقيها رخيصة برّه ديّة وبنخاف إن إحنا نجيبها. أنا بصراحة كنت باستعمل الجبن دي، وبعدين لمّا سمعت عن أخطارها وسمعت عن أضرار اللي هي الدهون النباتية ديّة، فبطّلت بصراحة، وإن شاء الله برضه هاحاول إن أنا على قد ما أقدر أبطّل السمن اللي هو الصناعي، و أستبدله بأي حاجة تانية. إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية برضه هاوريكم إن أنا هاعمل إيه عشان أستبدل السمن ده بحاجات على قد ما نقدر تبقى أقل ضررًا يعني. أدي الجبنة بتاعتها أهو بتاعتنا حطيناها بقى في القالب اللي إحنا هنعمله، عندِك علبة، عندِك غطا، برطمان، أي حاجة اشتغلي بيها ما توقّفيش نفسِك على أي حاجة. في نفس بقى الحلة اللي أنا كنت باعمل فيها ديّة هاعمل صنف تاني تحفة، وولادي عجبهم بطريقة مش معقولة. حتى جوزي كمان لمّا عملته له بجد عجبه وما حسّش بالفرق خالص، غير بس إن هو أنا ما كانش عندي لون طعام، وهو ده اللي إيه خلّاه يعرف إن أنا اللي عاملاه في البيت يعني بس، لكن الطعم حاجة وهمية ونضيفة جدًا. أخدت شوية من الجبنة اللي أنا كنت عاملاها هاحط عليها مثلثين كمان من العلبة، يعني فاضل عندي كمان في العلبة 3 مثلثات. حطيت بقى شوية فلفل أسود، لو عندِك فلفل حصى كمان تمام هيبقى حلو أوي، شوية بهارات، عندِك مرقة أنتِ عاملاها في البيت حطي، عندِك شوية لحمة مفرومة حطيهم، اعملي أحلى لانشون بيف ممكن تاكليه. يبقى جبنة مثلثات عليها آمم بهارات، ملح، فلفل أسود، مثلثين كمان جبنة أهو، يعني حوالي 5 مثلثات جبنة. يعني أنتِ اعملي حسابِك إن أنتِ تكوني حاطة 5 مثلثات جبنة، جبنة مثلثات يعني من أي نوع، أي نوع تحبيه، وهنحط عليهم البهارات ديّة، وهنحط كمان عليهم كوباية دقيق. أنا هنا حطيت 4 معالق كبار، يعني تقريبًا نقول يعني أنا حطيت 4 معالق هرميين كبار، نقول تقريبًا آمم كوباية دقيق، تمام، وحطيت عليهم كمان ربع كوباية زيت، ومكعب زبدة. زي ما اتفقنا بالمكونات الموجودة عندِك اشتغلي، عندِك زبدة حطي، عندِك زيت حطي، مش هتفرق خالص في الطعم، صدقيني والله ما هتفرق في الطعم خالص، وأنا باشتغل قدّامكم أهو بزيت تومية عادي جدًا، ما بيفرقش خالص في الطعم والله العظيم. وهنقلّب بقى وحاطين كمان بيضتين، عايزة تزوّدي البيض يبقى نزوّد الدقيق. يعني أنتِ عايزة تزوّدي القيمة الغذائية لولادِك أو عايزة تزوّدي الكمية، هتزوّدي البيض يبقى تزوّدي الدقيق، تمام؟ وهناخد بقى كل الكلام ده كده نضربه بالهاند بلندر كويس جدًا، عشان أنا مش عايزة الدقيق بتاعي يعمل أي تكتلات خالص، وعشان كمان البيض يمتزج في الخليط كله، وعشان أنا لسه هاسويه على النار. عشان لمّا يستوي ما يبقاش فيه حتت كده اتفصلت يعني وعملت لي إيه، شكل مثلًا مش لطيف في قلب اللانشون من جوّه، و تبقى باينة إن هي إيه، حاجة كده معمولة في البيت يعني، لأ إحنا عايزين ولادنا ما يحسّوش خالص إن دي حاجة معمولة في البيت، تمام؟ بس عندِك كوبايات بقى بتاعة الجبنة اللي إحنا بنجيبها من برّه، جبنة كوبايات سوي فيها، عندِك كوبايات البيت العادية خالص سوي فيها برضه، عايزة تعملي قالب stretch أو عندِك كيس حراري حطي في الكيس، لفّيه بعد كده في ورق stretch وسويه فيه، مش هيقول لأ، اتصرّفي زي ما إحنا اتفقنا كده، ومش هنوقّف نفسنا، هنعمل لولادنا كل اللي نفسهم فيه، وكل اللي إحنا عايزين نعمله. هناخد الكوبايات بتاعتنا هي كوبايات عادية خالص، كوباية البيت بتاع الشاي بتاعة البيت يعني. دهنتها شوية زيت عشان أنا م ال ال اللانشون بتاعي لمّا أسويه يخرج لي من الكوباية كده إيه بسهولة، وهاصُب بقى الخليط بتاعي الحلو ده كده في قلب الكوبايات بتاعتي، مش هاصُب الخليط للآخر لإن أنا طبعًا حاطة دقيق وبيض فهيترفع، عشان ما الاقيهوش بقى إيه فار من الكوباية بتاعتي وحجمه زاد لدرجة إن هو يتكب برّه
الكوبايات، تمام. فأنا مش هاملى الكوبايات للآخر. وهتشوفوا دلوقتي ما شاء الله يعني حجمه هيزيد إزاي، وهيبقى حاجة كده يعني حاجة بجد مش عايزة أحكي لكم، بس بجد إن شاء الله جرّبوا، حاولوا تجرّبوا الحاجات ديّة وتقولوا لي رأيكم إيه، ولو عجبتكم ولو فيها أي ملاحظة عايزين تقولوها لي، قولوها لي في الكومنتات وأنا هارُد عليكم إن شاء الله. بُصّوا عملوا لي كوبايتين الحلوين دول أهو، وحبّة كمان صغيّرين كده في الكوباية كوباية صغيّرة. هاغطّي بقى كده الكوبايات بتاعتي بstretch كده وهاحطّهم أنا حاطّة بقى مَيّة تغلي على النار أهي، وهانزل بالكوبايات بتاعتي كده تمام، هاغطّي بقى الحلة بتاعتي ديّة واسيبهم بقى يستووا كده. هنا العجين بتاعي كان ما شاء الله تبارك الله أهو خِمِر بقى وبقى حاجة كده جميلة وطري بقى مش عايزة أقول لكم بجد الشِرش بتاع اللبن الرايب ده بيخلّي المعجنات تبقى طرية طراوة مش معقولة، بيخلّي بجد العجين بيبقى طعمه حلو جدًا وكمان هَش كده وخفيف. هنا بقى كانت الجبنة بتاعتي جمدت خلاص، وبُصّوا بقى ما شاء الله، بُصّوا القرص قد إيه، يعني عشان نروح نجيبه ده بقد كده بقى من برّه ده. مش عايزة أقول لكم طعمها كمان بجد والله العظيم إن شاء الله، يعني جرّبوها، جرّبوها والله هتقولوا لي يعني ربنا يبارك لِك يا فُفّة على الحاجات اللي أنتِ بتقدّميها لنا، أحلى جبنة مثلثات ممكن تاكلوها. هنا كانت لسه طرية شوية يعني ما جمدتش في التلاجة أوي، يعني إحنا قعدنا ناكل منها أسبوع كامل، وكمان عملت لي خميرة عشان أعمل بيها المرّة الجاية. هاخد بقى كده العجين بتاعي، هاخد منه قُرَص كده حتت يعني هاحاول إن أنا أسويها على قد ما أقدر، وهاحشيها بقى جبنة. أنا بابِل طرف إيديّا زيت، وباخد بقى حتّة كده أفردها على طراطيف صوابعي، وأحط فيها حتّة جبنة وأرصها في الصينية. هنا خلّصت كل ده أول صَف ده كلّه جبنة بس، فأنا قُلت بقى هانوّع في الحشو كمان بقى، هاعمل لهم بقى المعجنات ديّة حلو وحادق تمام، فأنا عملت الجبنة وهاعمل كمان ده شوية جوز هند والجوز هند يا جماعة بجد ماركة اللي هي Rose Garden دي تحفة يعني بجد حلوة أوي، أوي. جرّبتها في حاجات اللي هي الحاجات بتاعة الياميش ديّة كانت حلوة أوي. وهاحط بقى حطيت جوز هند على شوية سُكّر وحبّة قرفة وهاعمل لهم كام واحدة كده حلوين، حشوة حلوة يعني تمام. وخلاص آدي اللانشون بتاعي كمان استوى وجميل واختبرته بخِلّة كده، كان في كوبايتين استووا وكوباية كانت لسه شوية اللي هي كانت الإزاز بتاعها تخين شوية فما كانتش لسه استوت. هنا كنت طلّعت اللي هي الكوباية الصغيّرة خالص أهي وقطّعتها وقُلت هاحشي منها كمان واحدتين كده من العجين بتاعي ونشوف إيه الأخبار وطعمه عامل إيه. يعني بجد والله يا جماعة مش عايزة أقول لكم كانت حاجة رهيبة، رهيبة. المعجنات نفسها العجين نفسه طعمه كان طِعِم طعامة، والحشوات بتاعته هتشوفوا دلوقتي ما شاء الله كانت زي الفل وجميلة وحلوة جدًا. اللانشون بتاعي طلع طعمه تحفة، الكام كوباية اللي أنا عملتهم دول قضّوا لي الأسبوع بحاله، كنت باعمل منه للولاد على بيض الصبح في الفطار، باعمل لهم منه زي حاجة زي الpancake كده أنا عملتها معاكم على القناة قبل كده، وباعمل لهم الوش بتاعها زي البيتزا بالجبنة واللانشون، وعندي لو عندي فلفل، عندي زيتون، أي حاجة باحطها لهم كده وبتبقى كأنها ميني بيتزا كده جميلة. في الخلاط كلّها سريعة يعني وباسويها في الطاسة على النار من فوق، مش فرن ولا حاجة، مش عجينة بيتزا يعني، كان طعمه حلو أوي وكفّى معايا الأسبوع كامل من غير ما اشتري أي حاجة من برّه، يعني هتجيبي مثلًا كمان 10 بيضات أو 5 بيضات يا ستي ونوّعي بقى اعملي مرّة مثلًا فول مع بطاطس بالبيض زي ما أنا باعمل كده مسلوقة الصبح للولاد، شوية بطاطس محمّرة، مرّة تانية اعملي لانشون كده بالبيض واعملي حُطّي جنبه جبنة وشاي بلبن، هيبقى فطار حلو أوي. حاجة كده من المعجنات برضه هنحشيها بالجبنة واللانشون بتاعنا وشاي بلبن هيبقى فطار جميل. نوّعي وجدّدي لولادِك عشان ما يزهقوش وأنتِ كمان نَفْسِك برضه عشان ما تزهقيش. وبأقل الإمكانيات وبأقل التكاليف هنعمل لولادنا كل اللي نفسهم فيه. هنا أنا كنت عبيت علبة أهي هاحطها في الفريزر وهاخلّي علبة تحت في التلاجة أستعملها لمّا تخلص أطلّع غيرها، وكَّف معايا وفاض وبسم الله ما شاء الله يعني ربنا بيبارك لنا دايمًا في القليل، طول ما إحنا دايمًا لساننا عامر بذكر الله ودايمًا بنطلب منه البركة في بيوتنا، ربنا يا رب يجعل بيوتنا دايمًا عمرانة بالخير يا رب. وهنا كانت بقى الخلية بتاعتي كانت
نفشت كده وبقت جميلة، وحطيتها في الفرن وطلعت تحفة، 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 مش عايزة أقول لكم بقى طرية، والولاد كانوا واقفين مستنييني كل شوية يقولوا لي: "خلصت يا ماما، خلصتيها يا ماما." وقعدوا اتعشوا بيها مع كوبايتين لبن كده حلوين، وكانت بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. أتمنى تجربوها والفيديو يكون عجبكم إن شاء الله، وتجربوا كل الوصفات وتقولوا لي رأيكم. ولو حابين أي فيديوهات تفيدكم إن شاء الله وأقدر أعملها اطلبوها مني وإن شاء الله هاعملها. هانزّل لكم إن شاء الله فيديوهات جاية كتير حلوة أوي عشان الميزانيات قليلة جدًا، هنوفّر هنفرّز نستعد لرمضان بخير وبشنط رمضان كمان، وهنعمل كل اللي إحنا نِفْسنا فيه طول ما ربنا دايمًا موجود في لساننا وفي بيوتنا، ودايمًا ذكر ربنا، بيوتنا دايمًا هتفضل عمرانة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة